السلام عليكم ومرحبا بكم. الوصفة تاع اليوم هي لوبيا مشطو مرقة بيضاء، من الوصفات التقليدية الجزائرية الرائعة. الطريقة بسيطة، شوفوا معنا كيفية التحضير. نمروا للطريقة. دونك هنا في لاكوكوت حطيت كمية من اللحم. أنا استعملت لحم غنمي يجي بزاف بنين مع لوبيا مشطو. حطيته يتقلى شوية في حوالي 3 مغارف كبار تاع زيت، أنا استعملت زيت عادي. هنا بعد ما تقلى ضفت له حبة تكون متوسطة في الحجم تاع بصل، قطعته بهذه الطريقة، يعني قطعته مشفر. وضفت له كذلك 3 سنات كبار تاع الثوم. نحرك شوية، يعني نقلي شوية، ونضيف فنجان سخون تاع الماء، نغلق عليها ونخليها تقلى جيدا. النار تكون قليلة، يعني حتى نشوف البصل داب. دونك هنا نحرك مليح، نقص النار كما قلت لكم تكون قليلة، ونغطي عليها ونخليها براحتها تتقلى. وضفت لها كما كنت قلت فنجان تاع ما سخون باش ما يتحرقليش الثوم، ونخليه يتقلى براحته حتى نشوف البصل داب وتكرمل. وانا بعد ما تقلى البصل تقريبا دايب، النار كانت قليلة، يعني تخلوها تبدا تغلي، تنقصوا لها تماما، تغطوا عليها وتخلوها تقلى يعني براحتها. في هذه المرحلة نضيف لوبيا مشطو. انا كنت قطعتها خليتها طويله شويه، اللي يحبها يعني قطع صغيره يقطعها كما يحب. دونك هنا حطيت حوالي يعني بالتقريب كيلو تاع لوبيا مشطو او لوبيا خضراء. وبالنسبه للتوابل انا حطيت فقط الملح وفلفل الكحل ورشه خفيفه جدا من الزعفران، فقط باش نمد لون لاصوص. يعني اللي يحب يضيف توابل اخرى او اللي متعود يضيف اللوبيا مشطو توابل اخرى يضيفها، كل واحد والذوق تاعو. انا هاد الطبق او لوبيا ماشطو مرقه بيضاء نحبو فقط بالملح وفلفل الكحل، وكل واحد والذوق تاعو. دونك هنا بعد ما حطيت توابل نخليه يتقلى جيدا، يعني حتى نشوف لوبيا ماشطو شربت كاع المرق، يعني كاع لاصوص تاع البصل. كما شفتوا ما ضفتش الماء، غير الفنجان اللي حطيته مع الاول. النار توجو قليله، نغطي عليها ونخليها تقلى، وفي كل مره نفتح ونحرك حتى نشوف اللوبيا ماشطو تشربت كاع لاصوص تاع البصل. يعني اعطوها وقتها تتقلى جيدا، تمدلكم بنة هايلة يعني فيها الطبق. نزيد نغطي عليها وخليها، يعني في كل مرة نخليها تتقلى يعني حوالي 15 دقيقة. هنا بعد ما تقلت مليح وتشربت كاع المرق كما راكم تشوفوا، في هذه المرحلة نمرق. الماء يكون سخون يغلي، نضيف حوالي 600 مليلتر تاع الماء، ما تكتروش بزاف. يعني هاد الطبق تاع تغماس ما يجيكمش معمر بالماء، يعني مايه بزاف وما يجيكمش ناشف، قسمه تغمسو. دونك هنا نزيد شويه تاع ماء، زدت شويه تاع ماء شبالي قليل، زيد شويه حوالي نص كاس. كما قلت لكم بالتقريب 600 مليلتر تاع ماء سخون. نضيف له شويه تاع معدنوس، يعني كالعاده، يعني نحطو هكذاك، يعني قصب، يعني به بالقصب تاعو، نخليه يطيب مليح معاه، يطلق البنه تاعو بخي نحيه. دونك هنا بعد ما طاب جازت حوالي 20 دقيقه، النار تكون متوسطه، نحي المعدنوس. وبهذا نكونوا كملنا الطبق تاعنا لوبيا مشطو مرقه بيضاء باللحم الغنمي، راهو واجد معنا. هذا هو الشكل النهائي تاعو. توجور نرفقو بلي فريت او بطاطا مقليه، يجي روعه. كما قلت لكم هذا الطبق تاع تغماس يجي هايل، باذن الله تجربوه ويعجبكم. وبهذا نكون كملت معاكم الكيفية تاع اليوم. اذا عجبتكم ديروا جيم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. سلام، صحة فطوركم.